يا صباح الخير. إيه، اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان يبدأ بعد ساعتين من دلوقتي الساعة 4 بتوقيت جرينتش. وقف إطلاق النار بين الدولتين برعاية قطرية طبعا بعد ما قطر استحملت الضربة المتفق عليها اللي حصلت امبارح. اتفقوا ان هم خلاص هيوقفوا اطلاق النار زي ما توقعنا كلنا، يعني مش انا بس، الحقيقه في ناس كتيره توقعت الموضوع دوت وان السيناريو ده هيحصل. سؤال، طب ليه؟ يعني السؤال من الاول، لو هو ده كله فيلم، طب احنا بنعمل الفيلم ده كله ليه؟ الحقيقه هو فيلم طبعا، مش فيلم بمعنى فيلم ان هو كامل فيلم، لا. هو في اتفاق اساسا ما بين كل الدول في المنطقه وامريكا على كل اللي بيحصل دوت، ولكن كان في التفاصيل مش متفق عليها. يعني روسيا شالت ايديها، سلمت سوريا علشان الكيان ياخد تلتها، وبالتالي كان لازم على ايران كمان ان هي تشيل ايديها بس بطريقات مختلفه. ايران كانت متفقه من الاول في الاتفاق من الاول وكل حاجه، ما عندهاش مشكله، بس المشكله الوحيده اللي كانت في نسب التخصيب، امتى نقدر نعمل قنبله، ما نعملش قنبله ازاي، فكان لازم يبقى في حوالي ضغط عليها شويه. كمان كانش تقدر ايران يطلع يقول الايرانيين يا جماعه احنا بعد 40 سنه من العقوبات والمشاكل والازمات الماليه والاقتصاديه، احنا هنسيب البرنامج النووي. يعني طب احنا كنا بنعمل 40 سنه ليه؟ يعني ال 40 سنه اللي فاتوا دولت كانت يعني ما كنا وفرنا. فما كانش يقدر يقول لهم كده، وبالتالي كان لازم يجي قوه تانية من بره تهد النظام او تعطل النظام النووي او البرنامج النووي من غير ما يبقى النظام الايراني له يد او هو بارادته نفسه يعمل كده. وكمان بالمره لو في حد معارض في النظام كده ولا كده يروح، يعني ممكن برضو ايه، نستعين احيانا بالخصوم. وده حاجه معروفه جدا في النظم السياسيه، ان انا شايف ان في خمسة ستة معارضين ليا، سواء في الجيش سواء في الحرس الثوري سواء، ما فيش مشكله ان احنا في وسط العمليات كده ايه، يروحوا فدا البلد. فكان نوع من انواع التطهير الذاتي، كمان نوع من انواع ان احنا هنعطل البرنامج بس مش بايدينا، يعني الموضوع جاي غصب عننا، واحنا كمان هنرد شويه على الكيان، فالكيان يحصل فيه ازمه شويه وضرب شويه، فيطلع نتنياهو برضو صورته حلوه وبطل وخلص اللي هو عايزه، وكمان حمل اليهود من مشاكل اكبر من كده. وترامب يطلع هو راجل السلام وفي نفس الوقت الراجل البطل اللي محدش قدر يعمل الضربه دي غيره، رغم ان القنابل بتاعته طبعا طلعت كلها قنابل فنكوش يعني، ومتفق عليها ومعروف ونزلت فين وراحت فين وعملت ايه، وما نفذتش اللي هو فيه واللي هو قاله، بدليل ان الكيان تاني رجع ضرب نفس فوردو تاني بعد ما هو ضربها بالقنبله ام القنابل اللي هو بيقول عليها. بس كانت فرصه ان هو كمان يجرب القنبله، ما حدش جربها قبل كده، ففرصه كمان ان هو يجرب القنبله ويشوفها هل فعلا زي هما بيقولوا كده اعماق 60 و70 متر، ولا الموضوع مجرد كلام وخلاص. فكانت فرصه برضو ان هو يجرب القنبله. فرصه كمان ان اليهود يبعدوا انظار العالم عن غزه واللي بتتاكل سنه بسنه. فالموضوع الحقيقه يعني متفق عليه سياسيا، ولكن كل واحد بيكسب، بيحقق مكاسب بطريقه مختلفه. الوضع رايح لفين؟ الوضع هيروح زي ما قلنا قبل كده قبل رمضان، يعني لما اول ما بدأ موضوع سوريا ودخول احمد الشرع برعاية امريكية، وانا مؤكد تاني ان هي برعاية امريكية وامريكا اللي جايباه، وطلع السفير الامريكي بقطر قال ان هو قعد مع احمد الشرع شخصيا سنة 2023 عشان ينقله من المقاومة المسلحة للسياسة المجنحة. بالظبط، هو ده التعبير يعني اللي لازم يتقال، جابوا من المقاومة المسلحة للسياسة المجنحة. وبالتالي أمريكا جابت أحمد الشرع عشان تلغي موضوع الأسد وتدي فرصة للكيان إن هو يخش ياخد تلت سوريا ويتوسع براحته. غزة موضوعها ملف واتقفل زي ما قلت قبل كده، حتى لما اتريقت على عمرو أديب لما طلع وقال احنا ترامب قبل زيارة ترامب احنا منتظرين من ترامب هيعمل ايه في غزة ويقول لنا قرارات حلوة وبتاع. وطبعا هو عمرو أديب عارف طبعا ان مفيش قرارات ولا حاجة، بس هو بيحاول يعني يسكن الناس شوية. وطبعا
اعلاميين ليهم برضو اجندات مختلفه يعني. انما الوضع في الشرق الاوسط، الخريطه اللي حطها ترامب والفيديو اللي نزله ترامب بيتم وبيحصل، ولكن هم كانوا بيحاولوا يوصلوا مع ايران للحد المسموح بيه اللي هم عايزينه، وايران موافقه عليه من قبل العمليات، ولكن كانت لازم العمليات علشان يظهروا قدام الشعب الايراني ان هم مش بايدينا والله، احنا خلاص وقفنا عشان نحافظ بقى على بقيه الشعب، لان انتوا شايفين القوه اللي بتقابلنا، احنا مش بنحارب الكيان، احنا بنحارب امريكا وما وراء الكيان. نفس الحجج الفاضيه ونفس الموضوع ونفس اللعب بعقول الناس، والحكايه كلها مخططه من 2017 يمكن، من اول ترامب، ولكن التنفيذ بدأ من 2023. ده كان التحليل للوضع كله، ودوت الوضع اللي رايحين له، والناس اللي بتحاول ان هي تدخل النظم في حروب غير متكافئة وحروب غير منطقية. يا جماعة العالم مش بالسهولة دي انك تدخل حرب، خصوصا ان في قوة غاشمة وفي اهداف عليا لمنظمات عليا هتتنفذ. عايزين ايه؟ عايزين فضل من ربنا واتحاد بيننا وبين بعض وإرادة حقيقية لو أنت عايز تحل. لو وصلنا لحد هنا أرجوكم اعملوا لنا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. أنا عمرو محمود، ودول كانوا كلمتين من القلب. صباح الفل.